بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفه فراخ طعمها وريحتها تحفه. طبعا وصفه ما عملتهاش معاكم قبل كده. هنعمل فراخ بالكاري والزبادي، طعمها جنان بجد ودايبه دوب. تقدري تعمليها لاولادك لو بيغلبوك في الاكل، اكيد هيحبوا الطريقه دي، لان الفراخ بتبقى متشربه من الصوص اللي هو حاطين فيه زبادي وكاري. طعمه جميل. وطبعا مقطعينها حتت صغيره زي ما انتم شايفين كده. انا عاملاها مقطعه على 8 قطع عشان تبقى متشربه من الصوص، يعني لونها من بره ده نفس لونها من جوه، متشربه وطعمها جميل جدا. كمان لو عندك عزومه تقدري تعملي الوصفه دي، بجد تحفه وهتشرفك قدام ضيوفك. طبعا الفرخه ديت انا حطيت عليها علبتين زبادي. ممكن الزبادي يبقى بداله حليب لو مش متوفر زبادي، ممكن كريمه طهي، ممكن خليط زبادي مع حليب. بس بجد طعمها وريحتها جنان، ولا الصوص بتاعها بجد انا واثقه لو جربتوا الوصفه دي هتعجبكم وهتعتمدوها على طول. وصفه سهله وسريعه ما خدتش معانا وقت، زي ما هتشوفوا في الفيديو دلوقتي. يلا نبدا الفيديو ونشوف عملناها ازاي. قبل ما نبدا الفيديو لو عجبك ما تنسيش تحطوا لايك عليه، وما تنسيش كمان تشيري الفيديو مع اصحابك وحبايبك، وما تنسيش تقولوا لي رايك تحت في التعليقات. وكمان ما تنسيش تروحوا على اول تعليق هتلاقيني سايبه كل لينكاتي. ويلا نبدا الفيديو مع بعض. تعالوا نشوف المكونات بتاعتنا. طبعا معايا فرخه هنا مغسوله كويس ومتقطعه على 8، وانا قصدي اقطعها صغير كده عشان تستوي بسرعه وتبقى شاربه من الصوص بتاعنا. مقطعاها كده على 8 ومغسوله ومتصفيه كويس. معايا هنا نص كوبايه صلصه، علبتين زبادي، البهارات بتاعتنا بابريكا، كاري. طبعا هو الياما ده كاري لان هي فراخ بالكاري، بابريكا وكاري، ربع معلقه كركم، فلفل اسود، جنزبيل، 3 فصوص حبهان، واحده لومي، وفصين مستكه. دي البهارات بتاعتنا. ومعايا هنا 4 بصلات متقطعين كده، و3 4 فصوص توم. هقطعهم في الكبه عشان انا عايزاهم يكونوا ناعمين خالص. الاول هنزل بالزبادي كده في الطبق، العلبتين، واخلطهم كده. مع شويه ميه كده، اديلهم ضربه كده عشان يبقوا جاهزين معايا. كده بقت جاهزه الزبادي، هركنها على جنب. تعالوا بقى نقطع الثوم والبصل. زي ما قلت لكم انا هعمله النهارده في الكبه عشان عايزاه يكون ناعم خالص. هجيب الكبه بتاعتي، هنزل بالثوم والبصل كله فيها، واديله بقى ضربه كويسه وانعمه على الاخر. كده ضربت الثوم والبصل، وهاجي هنا على البوتاجاز حطيت معلقه سمنه زي ما انتم شايفين كده، وهنزل بفصين المستكه في السمنه كده يدوبوا ويسيحوا. كده دابت المستكه وشميت ريحتها الحلوه طلعت. هنزل بقى بالفراخ كده احمرها، ده تحميره. كده بعد ما شوحت الفرخه بتاعتي كده في السمنه والمستكه، هشيلها بقى كده في طبق على جنب. طبعا لو ملاحظين انا شايله الجلد من على الفراخ لان احنا مش بنحب الجلد بتاع الفراخ. شايفين خدت لون كده بسيط. هشيلها بقى كده في الطبق. ومكان الفراخ كده ومكان الصوص البني ده كده هننزل بالبصل كده والثوم اللي احنا نعمناه في الكبه. ننزل بالبصل كله كده ونقلبه بقى شويه لحد ما يدبل. هديله رشه ملح عشان يدبل معايا بسرعه كمان. هقلبه بقى شويه على النار كده
كده البصل بتاعي قرب يدبل. هنزل بقى بالبهارات اللي معايا اللي قلنا عليها في الاول عشان تاخد تحميصه كده. طبعا البهارات دي بيبقى فيها رطوبه، التحميصه دي بتخلي ريحتها تطلع. نحمصها كده مع البصل شويه. نقلبها كده وهنرجع بقى ننزل بالفراخ بتاعتنا. ارجع تاني كده ارجع الفراخ الحله تاني ونديها تقليبه بقى مع البهارات كده. وهنزل عليها بربع كوبايه الصلصه اللي معانا برضه. هقلبها شويه كده معاها. وهننزل كمان كوبايتين الزبادي اللي معانا. هنديها بقى كوبايه ميه كده كمان كده. يا سلام لو تشموا الريحه دلوقتي، الريحه جنان بجد. كده هغطي عليها بقى لحد ما تغلي. هسيبها على نار عاليه وساعه ما تغلي هوطي عليها نار وسط واسيبها تستوي. وما تستوي بقى هنرجع نشوفها مع بعض. لو احتاجت ميه هزودها برده ربع كوبايه في ربع كوبايه. كده الفراخ بتاعتي غليت. هنزل عليها بمعلقه دقه. طبعا ديت بتنقلها في حته تانية خالص. ديت فيها توم وفلفل وشطه وملح. هنملحها طبعا، احنا ما ملحناش، حطينا رشه ملح بسيطه الاول مع البصل. فدلوقتي هنحط لها ملح لان معروف ان الفراخ بتطيب بسرعه مش زي اللحمه. وكمان انا مقطعاها على حتت صغيره كده. ملحتها هسيبها بقى كده تكمل سواها. وتعالوا بقى دلوقتي هنعمل مع بعض. طبعا الرز كنت هعمله مع نفسي بس قلت لا اشاركه معاكم الطريقه دي لان اللي بيليق جنبها جنب وصفه الفراخ ديت الرز الابيض. كده ولحت على الحله وحطيت فيها شويه سمنه. وهنزل كمان بمكعبين زبده. هسيبها بقى كده تسيح الزبده مع السمنه وتسخن. نرجع نكمل بقى الرز مع بعض. كده ساحت الزبده مع السمنه. هنزل بقى بالرز كده بتاعي كله طبعا مغسول ومتصفي. وهفضل اقلب فيه بقى كده. هعلي النار تحته واقلب فيه لحد ما يشرب من الزبده كده ويسخن كله. الطريقه دي بتخلي طعمه حلو. وكمان لما بيسخن مع السمنه كده وتنزل عليه بالميه بيبقى مفلفل في الاخر. هسيبه بقى كده في السمنه شويه مع التقليب. وكده خلاص بعد ما الرز اتقلب معايا في السمنه حوالي من 10 دقايق كده بقلب فيه. هو شايفين داخل على انه يحمر كده. هنزل معايا هنا مكعب مرقه. طبعا ده اختياري، لو مش عايزاه بلاشه. وهحط رشه صغيره خالص كركم كده تديله لون على صغار كده، يعني ربع معلقه صغيره كده. وهقلب بقى شويه. وهنزل بقى بالميه بتاعتي على الرز كده. سامعين صوت التش دي؟ انا عايزه اسمع صوت التش دي كده. اتاكدي بقى ان الرز هيطلع معاكي مفلفل. لازم يسخن كويس معاكي على النار. طبعا هحاول ادوب المرقه كده عشان ما تبقاش متجمعه في حته واحده. طبعا هي بتدوب بكل سهوله. هغطي بقى على الرز بتاعي واسيبه كمان جنب الفراخ كده يستوي ويستوي الاثنين. ونرجع نشوف الوصفه بقى مع بعض واحنا بندوقها ونقدمها مع بعض. كده خلاص استوى الرز بتاعنا. تعالوا بقى نشوفه كده. شايفين الرز مفلفل ازاي؟ طبعا انا دقته عامل زي الرز اللي هو بيبقى بحليب ده، الرز المدسوس او رز الفرن. طعمه جميل قوي يتاكل حاف بجد. ودي الفراخ بتاعتنا استوت كده. وده الصوص اللي تحتها.
طبعا ده بالزبادي زي ما شفتوا الطريقة. يلا بقى نغرف ونشوف مع بعض هنقدمه ازاي. كده بعد ما غرفنا الرز بتاعنا والفراخ، نغرفيه بقى بالطريقة اللي انت حباها. شايفين الجمال؟ عايزه اقول لكم الرز لوحده حكايه، ريحته جنان، معمول بالزبده زي ما انتوا شفتوا كده، وحاطين له يا دوب سنه كركم مدياله اللون الاصفر ده. طبعا لو حابه تكتري كركم عن كده براحتك برضو. وادي الصوص كمان ريحه وطعم تحفه، والفراخ دايبه دوب. وطبعا شايفين متشربه كلها من النص، شايفه مستوي ازاي. هندوق بقى كده مع بعض. الله بجد جامده جامده. لو مش بتحبي الفراخ او اللحوم عموما كمان دي تقدري تعملي، لو لحمه كمان تعمليها بالطريقه دي. لو مش بتحبي الفراخ او ولادك مش بيحبوا الاكل وبغلبوكوا في الاكل، تقدري تعملي لهم الطريقه دي. جنان تحفه بجد. تعالوا بقى نشوف الصوص ده بيقول ايه كده. يا ريتكم تشموا الريحه دلوقتي بجد. تخيلوا بقى الصوص ده كده مع الرز، يم يم بجد. الله جامده. بس بجد بنصحكم تعملوا الوصفه دي. كمان معلقه الدقه اللي احنا حطيناها مخليه فيها سنه سبايسي كده على خفيف، جنان. لا بجد هنعمل الفراخ كده بالطريقه دي على طول. وكده اكون خلصت الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم متنسوش تحطوا لايك عليه. وسلام.